تنبيه هام: كل اللي هتشوفه في الفيديو ده للتعليم بس، علشان تتعلم تحمي نفسك والأنظمة اللي بتشتغل عليها. كل حاجة هنا معمولة في بيئة آمنة وتجريبية، ومش مسموح تستخدم المعلومات دي في أي حاجة تضر غيرك أو تخالف القانون. في الفيديو ده هنتعرف على أداة خطيرة وشهيرة جدا في عالم الاختراق واختبار الاختراق، وهي MSF Venom. الأداة دي جزء من الميتاسبلويت فريم وورك. باختصار يعني الأداة دي بقدر من خلالها أعمل ملف خبيث EXE ده لو كان للويندوز، أو EBK لو للأندرويد، أو SH لو لللينكس. يعني لو كان الجهاز المستهدف ويندوز فبعمل الملف .exe، لو كان اندرويد بعمله .ebk، لو كان لينكس بعمله .sh. الملف ده بيحتوي على اكواد خبيثة، اكواد بيلودز. احنا قلنا قبل كده اننا بنستخدم الميتاسبلويت عشان ننفذ امر خبيث بيلود على جهاز الضحية. يعني الامر ده مثلا بيفتح لي جلسة تحكم كاملة في الهدف، او مثلا ريفرس شيل، وشرحنا ده قبل كده. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو بيشرح لكم الموضوع ده. ودي الخطوات اللي كنا بننفذها لغاية ما بنوصل للبيلود وبنعمل له رن. ده طبعا باستخدام الميتاسبلويت. عشان نستخدم الميتاسبلويت كنا بنكتب ms console، وبعدين بنختار الاكسبلويت اللي هو الثغرة، وبعدين بنبحث عن البيلود. بكتب يوز بيلود وبدور على البيلود اللي انا عايزه، اللي هو الامر الخبيث اللي انا هنفذه على الهدف. والامر ده طبعا بختاره على حسب نوع نظام التشغيل. تمام، هو ده البيلود اللي انا هنفذه على الضحية، وبكتب هنا set بيلود، وده البيلود بتاعي. طيب البيلود ده ليه اوبشنز لازم اظبطها، فبكتب شو اوبشنز، وبعدين بحط هنا ال هوست اللي هو الاي بي بتاعي اللي هو بتاع الهاكر يعني، والال بورت اللي هو البورت الفاضي اللي في جهازي اللي هستقبل عليه الريفرس ده، او هستقبل عليه الكونكشن. وبعدين بكتب رن. كده انا فتحت الريفرس شيل، يعني فتحت استماع للضحية. موضوع الفيديو بتاعي ده ازاي احط البيلود ده اللي هو فتح لي استماع للضحية، ازاي احطه في ملف .exe او ملف .abk او ملف .sh. ده من خلال الأداة دي، بحيث ان الهاكر بيبعت الفايل ده للضحية، والضحية بتفتح الفايل ده، فالهاكر كده بينفذ الامر البيلود اللي هو عايزه. فده من خلال الأداة دي. ده الكوماند بتاعنا اهو، ناقص بي اللي هي بيلود، وده البيلود اللي انا عايز انفذه، وده ال هوست اللي احنا حددناه، وده ال بورت اللي هو البورت الاستماع، وناقص اف يعني خلي الفايل بصيغة، ودوت .exe دي الصيغة، وده اسم الفايل اللي انا هعمله، وبخليه باسم خادع بالشكل ده، وين ابديت مثلا. كده هو اتحفظ عندي في الهوم. لو دخلت على الهوم هلاقيه موجود بالشكل ده. وده الكوماند لو .ebk، وده الكوماند لو .sh. طبعا انت كل اللي محتاج هو الامر ده بس، ولكن الشرح اللي فات ده كله بس عشان اعرفك ازاي وصلنا لشكل الكوماند ده. يعني انت ممكن ببساطة جدا تدخل على الشات جي بي تي وتبحث عن ايه بقى. هتبحث عن امر ال MSF Venom لتوليد بيلود الريفرس شيل، هيطلع لك الامر على طول. او ممكن تبحث عن اي امر بيلود بيعمل لك اي حاجة انت عايزها. فالفايل ده الهاكر بيبعته للضحية، مجرد ما الضحية بتفتحه بتعمل له رن، يعني كده البيلود اللي جواه بيتنفذ، اللي هو الامر الخبيث اللي عايز ينفذه الهاكر على جهاز الضحية. ايا كان الامر ده بيعمل ايه، بيفتح بورت، بيفتح جلسة تحكم كامل في الهدف، بيفتح الفايرول، اي حاجة. يعني ازاي تحمي نفسك؟ انك ما تفتحش اي فايل حد يبعته لك غير موثوق فيه، او ما تحملش اي فايل من اي موقع غير موثوق فيه. كده وصلنا لنهاية الفيديو. فهمك لكل محاضرة بتاخدها هو خطوة بتقربك أكتر لعالم السايبر سيكيورتي. لما تتعلم السايبر سيكيورتي صح هتقدر تكتشف الثغرات وتحدد نقاط الضعف في أي نظام بسهولة، وتكون هاكر أخلاقي محترف. خلي فضولك دايما صاحي، واشتغل على مهاراتك عشان تكون قادر تحمي الشبكات وتحللها بذكاء. المجال ده محتاج ناس فاهمة وقوية، وانت ممكن تكون واحد منهم لو استمريت.